أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم حرب النجوم. انتهت مسودة الدستور بعد أشهر وأسابيع من العمل المتواصل، ورغم ذلك وقبل ذلك وبعده لا ينقطع الجدل حول المسودة وحول دستور مصر القادم بين مؤيدين ورافضين، داعمين لما جرى وبين معترضين محتجين متحفظين. الرافضون يؤكدون أن الدستور لم يراعي بناء دولة المستقبل، وأن حقوقا كثيرة ضاعت وسقطت منه نسبة لل50% للعمال والفلاحين وإلغاء مجلس الشورى. وآخرون يرفضون مواد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وغيرهم هدفهم الرئيسي هو إفشال المرحلة كلها بما فيها ومن فيها والقادم منها والمتبقي لها. والمؤيدون يرون أنه لا توجد دساتير في الدنيا يرضى بها الناس بكاملها، وإن الديمقراطية تشترط رضا الجميع بنسبة كبرى وليس باستحواذ البعض على كل شيء، وإلا تحول إلى دستورا عائليا خاصا. كما أن المؤيدين أيضا يرون أن أي تعطيل لخارطة المستقبل يستفيد منه الإخوان وإرهابهم لا محالة، وإنه يبقى مصر في دائرة الارتباك لا تتقدم خطوة وإنما تتأخر خطوات. أن الدستور الجديد أفضل بمراحل عن دستور الجامعة، ومن يرفضه الآن وافق على دستور الإخوان ورفضه اليوم لا محل له على الإطلاق. اليوم وكعادة برنامجكم حرب النجوم نشرف على المناظرة التالية بين مؤيدي الدستور الجديد وبين رافضيه. ومعنا اليوم الأستاذ محمد فاضل منسق شباب حركة كفاية وعضو تنسيقية 30 من يونيو، والأستاذ حسن كامل الكاتب الصحفي. انتظرونا بعد الفاصل. مشاهدينا، رجعنا مرة أخرى وبرحب بضيوفي معايا في الاستوديو الأستاذ محمد فاضل المحامي ومنسق شباب حركة كفاية. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. وبرحب بأستاذ حسن كامل الكاتب الصحفي. أهلا بك يا أستاذ حسن. طبعا أنتم مشرفينا النهاردة في الاستوديو. النهاردة موضوع الحلقة مهم جدا وبنطرحه على المشاهدين، يعني مين مع الدستور ومين ضد الدستور. هبدأ بحضرتك الأول، يا ريت تقول لنا رأيك الدستور الجديد. في البداية أنا بشرف أني منسق شباب حركة الضمير، حركة كفاية. حركة كفاية اللي كانت من ضمن كيانات وأحزاب دعت للتظاهر يوم 30 يونيو لإسقاط نظام عصابة الإخوان. فكرة المشاركة في الاستفتاء القادم هتكون كافية في حد ذاتها للتأكيد على شرعية ثورة 30 يونيو، والتأكيد على إسقاط نظام عصابة الإخوان، بعيدا عن فكرة التصويت بنعم أو لا. واحنا هنا بنأكد اعتراضنا على الحملات الإعلانية اللي بدأت تنتشر في كل شوارع مصر وميادينها، واللي بتحاول استغباء الشعب المصري من خلال طرح شعار ان المشاركة في الاستفتاء يعني نعم لثورة 30 يونيو. فبالتالي في شكل من أشكال الخلط ما بين المشاركة باعتبارها كافية لإطفاء شرعية على ثورة 30 يونيو سواء كانت بنعم أو لا، وبين توجيه المواطنين العاديين للتصويت بنعم وحثهم على التصويت والنعم، بعيدا عن الاطلاع على مواد الدستور وبعيدا عن التحفظات على بعض المواد الموجوده داخل مسوده الدستور. ايوه. طيب بالنسبه لاستاذ حسن كامل، حضرتك رايك ايه في الدستور الجديد؟ انا شايف ان الدستور في شكله العام جيد جدا وشبه مكتمل. مفيش حاجه كامله في الحياه، ما هوش قران. لكن في حاجات جديده اتوجدت في الدستور لاول مره. نتكلم فيها تفصيلا عن الشباب، بنتكلم عن التمثيل، بنتكلم عن المرأة المعيلة، بنتكلم عن الحق في السكن، على الحق في الحياة، على الحق في التعليم،
بنتكلم لاول مره عن مجالس الادارات أيوة. وتمثيل العمال فيها. انا شايف ان الدستور كان مكون طبيعي لكل ما تم من ثوره 25 يناير حتى ثوره 30 يونيو. أيوة. ويكفي هذا الدستور النهارده ان احنا قاعدين بنتكلم عنه ان هو اطاح بالفاشيه والانتهازيه والعصابه الارهابيه مجموعه الاخوان المسلمين. تمام. مفيش مقارنه نهائيا ما بين دستور 2012 و2013. أيوة. في 2012 كان هناك انفصام تام لمجموعه قاعده منعزله عن القضاء ومعها مشاكل، منعزله عن الصحفيين ومعها مشاكل، حتى مع الرأي العام لها معها عالم مشاكل، خاص بها. مع كل الشعب المصري. مجموعه لا تمثل 10 15% من الشعب المصري من مجموع 95 مليون. أيوة. قعدت وحطت الدستور اللي هي حطته لخدمه مصالحها. شايف ان الدستور بتاع 2013 ان شاء الله هيكون نسبه التصويت عليه عاليه جدا، لان في اتجاهين موجودين. اتجاه بيتكلم عن عدد محدود من المواد، لكن الاجمالي نسب لخلاف حتى اللي اتنشرت في الصحافه، اللي نوقشت في بعض وسائل الاعلام، أيوة. لا تزيد عن ماده او اتنين. تمام. طيب بالنسبه لحضرتك استاذ محمد فاضل، ما هي النقاط اللي حضرتك شايفها يعني غير سويه او من المفروض ان هي تتغير في الدستور؟ بما اننا بنتكلم عن ثوره 30 يونيو باعتبارها موجه ثانيه او استكمال لثوره 25 يناير، واللي كان من اهم اهدافها وجود دستور يعبر عن دوله مدنيه ديمقراطيه حديثه. الزميل تكلم عن دستور 2013، ويمكن كان مطالباتنا بشكل واضح من بدايه اعمال لجنه ال50 هو ان يتم وضع دستور جديد. للاسف المواطنين عندما سيشاركوا في الاستفتاء هم سيشاركوا في تعديلات على دستور 2012 الباطل. ما بني على باطل هو باطل. وهناك قضايا ما زالت منظورة إلى الآن أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة متعلقة ببطلان الجمعية التأسيسية التي نتج عنها دستور 2012 دستور أيوة. الإخوان المسلمين. وكنا نطالب لجنة ال50 وكانت سيدة قرارها وكانت تمتلك هذا بالتأكيد على أنها تقوم بإعداد دستور جديد، أو نطالب رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار إعلان دستوري يؤكد فيه على أن الدستور اللي بيتم إعداده هو دستور جديد. أيوة. بعيدا عن دستور 2012 الباطل. طب بستأذنك بسأل حضرتك هنستكمل بعد فاصل مشاهدينا ونوصل لكم. مشاهدينا رجعنا مرة أخرى وهنتظر مكالماتكم ورسائلكم على الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة، وعايز أعرف رأيكم على يعني رأيكم بنعم أم لا على الدستور الجديد. هكمل مع حضرتك أستاذ محمد بقيت كلامك اتكلمنا قبل الفاصل. اتفضل. كان في العديد من المناشدات والمطالبات لرئيس الجمهورية علي منصور ولجنة ال50 بإصدار إعلان دستوري مكمل يؤكد على أن الدستور الذي سيتم دعوة الشعب عليه للاستفتاء هو دستور جديد. وهذا لم يكن من قبيل السفسطة أو من قبيل فكرة تعديل الصياغة، لكن كان من قبيل الحرص على فكرة عدم إجراء أي طعون على الدستور القادم بإذن الله، وعدم والتأكيد على فكرة إسقاط دستور 2012 الخاص بعصابة الإخوان. أيوة. للأسف الشديد تم تجاهل هذه المطالبات واستمرت لجنة ال50 في عملها. بداية من طريقة اختيار لجنة ال50. لجنة ال50 كانت بتفتقد معايير واضحة للاختيار. اللي هي ايه يا استاذ محمد؟ احنا بنعلم ان بعض الاسماء داخل لجنة ال50 تم اختيارهم بصفاته. لكن زي مين مثلا؟ زي مثلا ممثل نقابة المحامين، ممثل نقابة الصحفيين، وبعض النقابات المهنية الأخرى. لكن كان هناك بعض الممثلين عن فئات بعينها زي الشباب، زي متحدي الإعاقة، أساتذة الجامعات. ما كانش في معايير واضحة لاختيار. وعرفنا ان الاختيار كان من خلال الدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي رئيس الجمهوريه. فكان في بعض التحفظات على وجود بعض العناصر اللي كانت بتمثل عناصر محسوبه على النظام السابق، نظام مبارك. وفلول نظام مبارك. وده تسبب في ايه يا استاذ محمد؟ ده تسبب في فكره حرمان مجموعه من قامات العمل الدستوري
اساتذه عظام في القانون الدستوري زي دكتور يعني دكاتره معروفين طبعا ده من وجهه نظرك. من وجهه نظري طبعا. وترتب عليه ان بدا يكون في بعض التحفظات والتخوفات من وجود بعض العناصر المحسوبه على النظام السابق في لجنه ال50. كان من ضمن التحفظات على اداء لجنه ال50 خلال الفتره الماضيه فكره سريه النقاشات. سريه النقاشات. يعني هذا التحفظ كان بيتم توجيهه للجنه ال50 الاخوان، وكنا بنسعى ان يكون في علانيه في النقاشات، يتم توضيح وجهات النظر المختلفه، ويتم المساهمه من خلال فكره العلانيه في فكره خلق حوار مجتمعي حقيقي. طيب ماشي، احنا عايزين نتكلم يعني ملاحظاتك ايه بالنسبه للدستور الجديد نفسه، الدستور نفسه مش اداء اللجنه، الدستور نفسه. مسوده الدستور الجديد. يعني بالامس انا سمعت الدكتور المحترم اللي بعتز بيه الدكتور عمرو الشبكي عضو لجنه ال50 اكد ان نسبه رضاه على مسوده الدستور لا تتعدى 70% او 75%. ايوه. ده معناه ان الدستور اللي تم بذل فيه تضحيات متمثله في دماء شهداء متمثله في نزول ملايين من المصريين في الشوارع، في نسبه 25% لا يصلح ولم يكن يتمنى انه يكون موجود في دستور بيعبر عن ثوره شعب مصر. من ضمن طب دي النسبه دي كافيه لرفضه يا استاذ محمد؟ دي كافيه اننا ناكد ان كل مواطن من حقه انه يصوت في الدستور أكيد. بنعم او لا، ان ده امر بيخص كل مواطن، وان فكره الاستفتاء على الدستور مش هيكون تعبير حقيقي عن الاراده الواعيه للشعب المصري. احنا بنتكلم عن مواطنين مضطرين ان هم يذهبوا للاستفتاء ويصوتوا بنعم لان هم تحت ضغط فكره الاستقرار، فكره عدم يعني تعطيل او ارجاء خريطه الطريق واستكمال الانتخابات، فكره مواجهه ارهاب حقيقي بتقوم به منظمه ارهابيه اسمها عصابه الاخوان. بالظبط. استاذ حسن حضرتك رد كده بشكل واضح. التمثيل في لجنه ال50 هو كمان بيقول نسبه 75% مش كافيه. لا، ما هو مش ده برهان على ان واحد قال راي ان احنا الشعب المصري نمشي وراه، ولا ان مجموعه ايا كان، ما هم في 50 ولا ان كان عندي تكتل ثوري سواء 10 20 هم الشعب المصري. الشعب المصري اثبت في 30/6 ان هو جموع الشعب المصري. الاستاذ محمد اتكلم عن التمثيل داخل لجنه ال50 وذكر بالحرف نقابة المحامين ونقابة الصحفيين تمثيلهم بأسمائهم أو بمواقعهم. هذا تم هذا تم في 2012. عندما تم التمثيل في 2012 تم التمثيل بصفة ومواقع بعض الناس مش بالأسماء، لكن كان في 2012 في هو ضد 2012 برضه. نعم هو ضد 2012 برضه، لكن هو بيتكلم عنهم انهم في 2013 جم بصفتهم. خلينا نقول ان في 2013 الوضع اختلف. احنا الأول مرة نشتغل بطريقة علمية. صحيح في حاجة سبقت حاجة كانت المفروض تكون بعدها، لكن في الأول قعدوا أساتذة الدستور وأساتذة القانون وعملوا لجنة صياغة وشافوا المواد اللي يمكن تعديلها. بعدها على طول تم اختيار لجنة ال50. ما اعرفش صحة المعلومة اللي حضرتك بتقولها إن مستشار الرئيس هو اللي اختارهم أو ما اختارهمش، لكن تعال نبص على لجنة ال50 بشكل عام. العمال ممثلين، الشباب ممثلين، التكتل الثوري ممثلين، المرأة ممثلة، الأحزاب السياسية ممثلة، الكنيسة ممثلة، الأزهر ممثل. ما نقص غير مجموعة الإخوان المسلمين. أيوة. حتى الحزب السياسي الإسلامي النور اللي هو حضر بداية خريطة الطريق كان موجود. المحصلة في الآخر إحنا مش بنتكلم في اللي فات، خلينا نطلع شوية لقدام. ما ينفعش نقعد طول الوقت نقول إحنا عايزين كنا نغير الدستور ونقعد سنين نعمل في الدستور. وضع مصر في هذا الوقت وضع حرج. إحنا بنحارب بكل وضوح، بنحارب حرب حقيقية في سيناء، بنواجه إرهاب حقيقي في سيناء. اللي بيحصل من موت الشهداء سواء من المدنيين أو العسكريين أو أبناء الشرطة هو في النهاية مصري، دم مصري. لا يمكن نفرط في الدم المصري. لكن تعالوا نتحاسب على منتج نهائي خرج مقارنة بمنتج نهائي خرج من مكان تاني. المنتج النهائي اللي خرج أعطى تمثيل للشباب بشكل واضح، أعطى تمثيل للمرأة بشكل واضح، نص لأول مرة على حاجات لم تكن موجودة في الدساتير قبل كده. يعني أنا لو تكلمت على سبيل المثال، لأول مرة ينص على مصر وحدة لا تقبل التجزئة. لأول مرة ينص في الدستور. وزي منا برضو حصانة المحامي. حصانة المحامي وفين؟ يعني ما هو عطاله حصانة وفين؟ ما عطالوش مفتوحة، ده عطاها له أثناء تأدية. لأول مرة ينص على حق المتهم في حضور محامي من أول لحظة يتقبض عليه فيها، مش في محكمة الجنايات أو في التحقيقات الجنائية. ويجب يكون معاه من أول لحظة.
الحاجه الاهم ان نتكلم كمان عن الاسره وقوامها والدين والاخلاق الوطنيه. عمل المرجعيه للازهر لوقف عشوائيه الفتاوى. انت حضرتك النهارده ما تعرفيش مين اللي بيفتي، حتى وصلنا لمرحله من العشوائيه، واسف ان اقول اللفظ البجاحه، على المجتمع كتير. ان ناس مجرد ان هي خارجين لغه عربيه او غيره اصبح بيعلق على فتاوى الازهر. خليني اقول لحضرتك على سبيل المثال، وردت في الدستور الجديد كلمه تلتزم الدوله اكثر من 75 مره، لم توجد في دستور قبل كده. تلتزم بالمسكن، تلتزم بالتعليم، تلتزم بمحو الاميه. في ميزه في الدستور ده البعض كان بيتكلم عنها، انا من وجهه نظري شايفها جيده جدا. البعض كان بيقول ان الدستور يتحط فيه قواعد عامه، يتحط في قواعد عامه، لكن وضع مصر الحالي ما يسمحش ان انا احط قاعده ونقعد نفسر فيها طول الوقت. في حاجات فسرت هذا الدستور في قلب الدستور نفسه، فسرت القانون من قبل ما يتحط. على سبيل المثال، ما حدش يقدر يقول لي ان نسبه التمثيل في انتخابات المجالس في ادارات الشركات 50%، ليه رفعها 50%؟ حضرتك لو ترجع لورا شويه، من بيتكلم من 2011 لحد النهارده، يعني مظاهرات فئويه لا حصر لها، مشاكل في المصانع لا حصر لها. كل ده النهارده قدر يعملوا تمثيل، قدر يقول لي النهارده المساواه بين الرجل والمراه، والاول مره السيده في مصر تكون على نفس درجه الرجل. كنا طول الوقت عمالين نفرق. هنشوف عندنا في المرحله اللي جايه بحكم هذا الدستور محافظه، بحكم هذا الدستور رئيسه مجلس اعلى القضاء، بحكم هذا الدستور رئيسه نيابه، بحكم هذا الدستور رئيسه مدينه، بحكم هذا الدستور اللي محطوط ممكن نفاجئ عندنا سيده ترأس مصر او رئيسه للحكومه. طب استاذ محمد، مش شايف ان كل دي يعني هذه مزايا؟ وحضرتك محامي في حصانه للمحامين، بالتأكيد، لكن انا متحفظ على فكره ان المقارنه تكون ما بين سيء واسوء. دستور المقارنه سيء واسوء، المقارنه اللي تم عرضها اننا يعني قصدك يعني اسوء من 2012. انا متحفظ على فكره المقارنه. دستور 2012 نجح الشعب المصري بملايينه في كل الشوارع في اسقاطه وفي اعتباره كأن لم يكن. عندما نقارن الدستور القادم لابد ان نراعي اننا نكتب فيه افضل المواد ونبتعد تماما عن المواد الخلافيه ونستجيب فيه لمطالب القوى. طب زي ايه يا استاذ محمد؟ فهمنا. من ضمن الامثله الغاء المحاكمات العسكريه للمدنيين. ده كان مطلب كنا بنطالب به منذ بدايه الثوره. وفكره محاكمه مدنيين امام القضاء العسكري، يعني انا كمحامي سبق لي الحضور امام المحاكم العسكريه، يعني فيها شكل من اشكال غياب كامل لضمانات حق الدفاع. ليه يا استاذ محمد؟ قبل ما نسال ليه لازم نسال يعني ايه مبررات فكره محاكمه المدنيين امام القضاء العسكري في الوقت اللي لو تم فيه محاكمتهم امام قضاء عادي وطبيعي سيتم توقيع اقصى العقوبات عليهم. طيب ايه مبررات الهجوم على القواعد العسكريه؟ اي هجوم يعني او اي اعتداء على منشآت عسكريه طالما كان من العسكريين او كان من عناصر محسوبه على المؤسسه العسكريه من حق المؤسسه العسكريه ان هي تحاسب. لكن بتكلم أيوة، بس هنا ايه عن يا استاذ محمد، ايه اللي يخلي مدني يروح يهاجم موقع عسكري؟ تمام. او ضابط اثناء تاديه وظيفته؟ لانه عضو في منظمه ارهابيه ولانه بيقوم بعمل ارهابي. قانون العقوبات نص في مواد بعينها. عايزين نمنع الارهاب عايزين نمنع الارهاب، نمنعه بشكل نسمح فيه بصدور احكام مجحفة ضده من خلال القضاء الطبيعي العادل. فكرة اللجوء لمحاكم عسكرية فيها غياب لضمانات حق الدفاع، وفيها هي محاكم من درجة واحدة مش من درجتين. طيب أنا هسألك يعني سؤال، معلش هقطعك. اتفضلي. افرض المحامي طلب إن هو يزور هذا الموقع العسكري ده، المحامي طلب ان هو يزور الموقع ده ومعاه الصحافه، هل ده ينفع الكلام ده؟ من حق يعني اسرار عسكريه هتبقى مباحه كده على الملأ؟ النص ما بيقولش كده حضرتك خالص. النص يبدو الاستاذ محمد ما قراش النص او الدستور في ظل المحاكمات. انا عايز اساله عشان افهم منه كويس. تمام. أنا بأكد إن كان في مطالبات من عدد كبير من القوى الثورية والوطنية المطالبة بإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. أمامي نص المادة 204 اللي بتتكلم عن القضاء العسكري. أستاذ محمد، ما احنا عايزين نفهم، مش موضوع إن نلغيها وخلاص. طبعا عايزين نفهم. كان في بيتم ادعاء أو خلق مبرر متعلق بالقضاء العسكري إن في إخواتنا جنودنا اللي في ساحة المعركة واللي بيتم استهدافهم في عمليات إرهابية. في مطالبات بفكرة سرعة القصاص ليهم وسرعة إصدار أحكام ضد القائمين بهذه الأعمال الإرهابية، وكمان حماية الأمن القومي. طبعا ده مبرر كويس منطقي، لكن في نفس الوقت لو افترضنا ان هؤلاء المتهمين وهؤلاء الارهابيين تم عرضهم على قضاء عادي، قضاء طبيعي، وتم السماح لهم بكافه ما احنا قلنا لك يا استاذ محمد، انا عايز اوضح جزئيه.
العقوبه هتكون احنا بنتكلم دي أشد. اسرار إحنا عسكريه بناخد ينفع ان هي تكون موجوده على الملأ وبين الصحافه؟ في قضيه شهداء ينفع ثورة اسرار عسكريه 25 تطلع على قضية في الصحافه وعلى الاعلام؟ في قضيه شهداء 25 يناير وفي قضيه الشهيد محمد مبروك النائب العام اصدر ليه الحق سواء هو او هيئه المحكمه ان هي تصدر قرارات بمنع النشر او الافصاح عما يتم في سير القضايا. فبالتالي انا معاكي ان في اسرار عسكريه ينبغي. طب حضرتك بترحب بحظر النشر؟ طبعا يعني طالما في مبررات تستهدف حمايه الامن القومي انا معاها. طب لو اتكررت كتير والمحاكمات بقت سريه هترحب بيها برضو؟ ومنظمه حقوق الانسان قالت بترفض، حضرتك هترحب بيها برضو؟ هنرحب بيها طالما في اطار محاكمات عاديه بتتم امام القضاء الطبيعي. المحاكمات العسكريه، القضاء العسكري ليس بقضاء طبيعي، ده قضاء استثنائي. يعني حضرتك متضايق او العيب في الاسم فقط؟ لا مش في الاسم. في اختلاف يعني ايه هو 360 درجه. طب حضرتك عايز تقول ايه يا استاذ؟ يا فندم النص واضح في الدستور، يدرس محمد ما طلعش على الدستور بشكل واضح. النص بيقول القضاء العسكري جهه قضائيه مستقله يختص دون غيره بالفصل في كافه الجرائم المتعلقه بالقوات المسلحه وضباطها وافرادها ومن في حكمهم والجرائم المرتكبه من افراد المخابرات العامه اثناء وبسبب الخدمه. خدي بال حضرتك من اللفظ اللي جاي. ولا يجوز محاكمه مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا يعني على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو من في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها ومركباتها. حضرتك عايزين بس الناس يعني تفهم إيه اللي بيتقال في الدستور. الدستور حضرتك واحد من حوالي 4-5 أيام ساب عربية تنفجر في محطة بنزين. خلينا نقول على أقصى يعني أقل وأدنى تقدير مين كان ممكن يموت في هذه اللحظة وعددهم كام بالميت باقل ادنى؟ بنتكلم ما بين 100 ل 150 اللي بيشتغلوا في المحطه وهم مصريين، اللي البنزين اللي هينفجر، الناس اللي بتعمل العربيات. انا ازاي واحد داخل منشاه عسكريه وهو عارف انها منشاه عسكريه؟ ثانيا انا لو افترضت حتى النص اهو واضح وصريح، قانون الاجراءات الجنائيه فيه 13 ماده في اوله بتدي للقضاء العادي بتدي له احكام تصل لحد الاعدام والحد الاشغال الشاقه المؤقته والمؤبده. ده في قانون موجود في قانون الاجراءات الجنائيه 15 ماده بتقول هذا الكلام. انا لما يجي النهارده القوات المسلحه اللي ملهاش دخل في هذا الكلام، احنا حضرتك الدستور بتاع 2013 طالع تفعيل وبرمجه وتحليل لكل ما تم في مصر من 25 يناير لحتى النهارده. منشآت عسكريه بتنضرب. بس نشوف المشاهدين هيقولوا لنا ايه. معانا استاذ محمود من الجيزه. اهلا بيك استاذ محمود، احنا متاسفين اتاخرنا عليك. اهلا بيك يا فندم. فندم مساء الخير. مساء النور، اتفضل. ازي حضرتك؟ حيا حضرتك وضيفك الكريمين، وبحيي قناه الفرعين بدءا من رئيسها دكتور توفيق عكاشه الاصغر عامل فيها، وبشكركم على اهتمامكم بالقضايا الوطنيه. الله يخليك. اما بالنسبه للدستور فالدستور بيؤخذ ككتله واحده. على سبيل المثال النقطه اللي انتم كنتم بتتكلموا فيها دلوقتي اللي هي نقطه المحاكمات العسكريه بالزبط. فهي كانت مفتوحه على اطلاقها في دستور الاخوان 2012، كانت بتقول ان بيحول القضاء العسكري كل ما يضر بالقوات المسلحه. أيوة. اما في الدستور الحالي فجرى تحديدها. اعتقد ان لن يحاكم امام القضاء العسكري مثلا واحد عامل مشكله نفقه مع مراته او مشكله طاعه او مشكله شيك. طبعا انا كمواطن مصري انا ما عنديش اي ضرر، وانا على فكره مرشد سياحي، انا ما عنديش اي ضرر نحول للقضاء العسكري اي حد بيعتدي على المنشآت العسكريه، على الاليات العسكريه. أيوة. بعد الارهاب اللي احنا شايفينه طول الوقت على قواتنا المسلحه العظيمه في سيناء على سبيل المثال، مش معقوله دول يحولوا للقضاء المدني اللي هو معروف ان حباله طويله واحكامه بتاخد فتره طويله من الزمان. أيوة. اما اهم شيء انا بتكلم فيه بالنسبه للدستور ان احنا بنرغب في الاستقرار باسرع وقت ممكن بعد الدمار والخراب اللي احنا شايفينه على مدار 3 سنين، خراب امني واقتصادي واجتماعي. دلوقتي المجتمع المصري منشق على بعضه. في قلاقل امنيه وفي قلاقل سياسيه موجوده
في البلد. فاحنا عايزين نستقر. التصويت على الدستور مش هيبقى عليه بس كأبو القوانين او كالاساس اللي بتبنى عليه مؤسسات الدوله، هيبقى دستور على خريطه الطريق نفسها. عايزين ناخد خطوه للامام. انا بقترح اقتراحين مهمين. الاول فيهم ان يكون الانتخاب على النظام فردي، على اساس ما يستخباش تنظيم تيار التأسلم السياسي في القوائم. لان الفردي عايزين الدايره تكون صغيره، نكون عارفين المرشح في كل دايره، ما يتسللناش واحد ارهابي ولا واحد اخواني واحنا عارفين توجهاتهم ضد الدوله ضد امنها القومي في الانتخابات بالقوائم. وفي نفس الوقت عايزين ان انسب واحسن العناصر هي اللي توصل للبرلمان. الحاجه الثانيه رغبه في الاستقرار، لان احنا بنستنزف اقتصاديا. خلاص الاحتياط النقدي بتاعنا الموجود في البنك المركزي من المعروف ان هو كله بقى خلاص مساعدات اجنبيه من الامارات ومن السعوديه ومن الكويت اللي بنشكرهم على الوقوف بجانبنا. وفي 31/12 الحالي هينتهي الدعم الوقود اللي هم بيمدونا بيه، محتاجين $1 مليار وقود كل شهر. عايزين نشتغل. يعني يا استاذ محمود حضرتك قاصد يعني عايز الاستقرار يعم على مصر. في نقطة مهمة أستاذة نيفين لو تسمحي لي، إن برضو برجو المستشار المحترم عدلي منصور إنه يعمل الاستفتاء على الدستور بعد أسبوعين من تلقيه للنسخة. مش عايزين الوقت يطول في الاستفتاء، وبعديها بشهرين عايزين انتخابات رئاسية وبرلمانية في نفس الوقت. هو يا أستاذ محمود على كل حال هو قدامه شهر إن شاء الله. بس احنا عايزينه باسرع وقت رغبه في الاستقرار يا استاذه نيفين، لان احنا حالنا الاقتصادي لا يسر عدو ولا حبيب. وفي نفس الوقت عايزين انتخابات رئاسيه وبرلمانيه في نفس الايام. الدوله ما تستحملش لا وقت ولا جهد ولا مال ان احنا نعمل انتخابات برلمانيه الاول وبعدها بكذا شهر نعمل انتخابات رئاسيه. كده بنأجل الاستقرار 7-8 شهور كمان لحد شهر 6 الجاي، واحنا مش مستحملين كل ده. قدام العالم كله مصر لن تعتبر دوله مستقره الا بدستور منتخب وبرلمان ورئاسيين منتخبين. في الوقت ده بس هتبقى مصر استقرت خلاص، تعود حركه الانتاج للدوران، ترجع السياحه تاني. نشكر اخواتنا العرب اللي احنا حاطين جمالهم فوق دماغنا، ونستقر ونشتغل بقى، لان احنا مش معقوله هنفضل طول الوقت في جدال وفي يعني مناقشات. عايزين نعدي المرحله دي، يعني عايزين نعدي المرحله، لان الفقير مش هياكل مواد دستور، المريض مش هيتعالج بمواد الدستور. الفقير والمريض والمحتاج والارمله واليتيم كل دول هنعتني بيهم. اما عجله الاقتصاد تدور، اما تدخل موارد للدوله نقدر نعمل بيها تعليم احسن، صحه احسن، نقدر ندعم بيها الفقراء. اما الحالي ده كلنا عمالين نسقط، كلنا عمالين نتدهور بمرور الوقت. تمام. بشكرك يا استاذ محمود. معلش استاذ محمود مين معانا يا جماعه؟ استاذ محمود حضرتك معانا؟ مع حضرتك فندم. حضرتك عايز تناقش استاذ محمود حاجه؟ لا معينة؟ انا كنت هضيف حاجات تانية للكلام اللي قاله الاستاذ محمود. طيب بس بستأذنك بس. بشكرك يا استاذ محمود. ومعانا استاذ علي، ناخد بس التليفونات هذه الجوله ونرجع لحضرتك. استاذ علي من بني سويف، اهلا بيك يا استاذ علي. احنا متاسفين اتاخرنا على حضرتك. الو، هو استاذ علي زهق. ايوه يا استاذ حسن. خلينا نقول للناس ايه هو الدستور وايه الجديد اللي فيه، وليه الناس تروح تقول نعم او تقول لا. بالظبط. اول حاجه، لاول مره ينص في الماده 244 على تمثيل الشباب والمسيحيين والمعاقين والمصريين بالخارج. هذه الفئات لم تكن منصوص عليها من قبل. ادي اول حاجه. تاني حاجه، في الاداره المحليه، طول عمر الاداره المحليه بتاخد توصيات وتحيلها للمحافظ او رئيس مجلس المدينه او رئيس الوحده المحليه. ينفذ ما ينفذش ما ينفذش. في هذا الدستور اصبحت قرارات المجالس المحليه قرارات ملزمه، والدستور نص كده ملزمه لرئيس المدينه او للتنفيذي انه ينفذها. وبالتالي هو مين المجلس المحلي؟ هو اللي جاي من الشعب، وهو اللي حط الرؤيه بتاعه اداره المكان اللي هو فيه. وبالتالي النهارده ارجعنا بدل السلطه التنفيذيه ما كانت بتدير، اصبح المواطن العادي وممثله هو اللي بيدير. لاول مره ينص على ان الاجهزه الرقابيه تقدم تقارير سنويه لرئيس الجمهوريه والوزراء ومجلس النواب، وتكون متاحه للمواطن العادي. يعني انا من حقي اطلع على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اللي مليان كله فساد، من حقي اطلع على اي تقرير رقابي لاي جهه. هذا هو ما نص عليه الدستور. نص على حق السكن، حق التعليم، لاول مره ينص على نسبه محدده من الناتج المحلي للتعليم وللصحه.
لاول مره ينص على ان البرلمان اللي جاي اول مشروع قانون هيعمله هيكون خاص ببناء الكنائس. احنا طول الوقت عمالين نحط راسنا في الرمل وما بنبصش، طب نبني الكنيسه، طب مين يدي الاصدار، طب مين ما يديش الترخيص طول الوقت. استاذ محمد، حضرتك مش شايف ان كل الكلام ده لسه فندم كتير؟ يعني الزميل تكلم عن الماده 244 وهي واحده. بس هرجع لك تاني بعد ما ناخد هذا المتصل. معانا استاذ مصطفى من المنصوره. اهلا بيك استاذ مصطفى. السلام عليكم يا استاذ نيفين. وعليكم السلام يا فندم، اتفضل. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بخير. ومبروك طبعا على الدستور ان شاء الله مقدما باذن الله. الله يبارك فيك. الاستاذ محمد المحامي اللي على شمال حضرتك. استاذ محمد. بخاطبه بقول له يا استاذ محمد يعني ارجوك يا استاذ محمد بعد اذن سعادتك يعني توافق على الدستور، تقول نعم عشان خاطر المصريين كلهم، ما تقولش لا. ليه؟ لان موجود الارهاب الموجود، ارهاب الاخوان دوت عايز يدمر الدنيا باردوغان وامريكا وخلافه. فارجوك يا استاذ محمد بوصيك قول نعم زي ما انا اقول نعم، والشعب باكمله ان شاء الله يقول نعم. طب استاذ مصطفى، خلي استاذ محمد يرد على حضرتك او يناقشك. حضرتك شايف هتقول نعم زي ما استاذ مصطفى؟ لا، انا باكد على فكره ان مشاركه جميع المصريين، اعلى نسبه مشاركه هتتم. ايوه في الاستفتاء. بس استاذ مصطفى عايزك تقول نعم. نعم او لا احد يملك وصايه على الشعب المصري. الشعب المصري خلاص انا عرفت ردك. واعي وعنده القدره انه يعني يصوت على حسب اقتناعه من عدمه ان الدستور ده هو الدستور الامثل وهو دستور الثوره اللي كنا بنحلم بيه، ولا لا؟ انا معاك، دي حريه وديمقراطيه كبيره جدا ان شاء الله فعلا. ايوه معاك، اتفضل يا استاذ مصطفى. طبعا دي حريه وديمقراطيه يا استاذ محمد والله، وانا مبسوط برد حضرتك جدا جدا. طيب في نداء بقى لسياده وزير الداخليه. ده نداء خاص بالحلقه يا استاذ مصطفى؟ نعم يا فندم، خاص بالحلقه وخاص بالدستور. خاص بالدستور سعادتك يا فندم. اتفضل. ونداء لسياده المستشار رئيس الجمهوريه. تمام سعادتك؟ بالنسبه للاخوان، ايوه، في الدستور او في الانتخابات الرئاسيه او في البرلمانيه بيتحكموا في الناس باللابتوب اللي بيقعد قدام اللجان. تمام سعادتك؟ بيدوا له الرقم ويتحكم فيه ويقول له ادي لفلان ادي العلان. تمام سعادتك؟ ايوه. ليه حضرتك وزير الداخليه اذا كان بيحب مصر فعلا، وبنشده دلوقتي حاليا من خلال هذا البرنامج، يعمل بطاقه رقم قومي بها رقم المسلسل ورقم اللجنه، ويفضل هذا البطاقه دي تفضل معاه طول العمر. تمام سعادتك؟ طول عمره موجود في انتخابات دستور او انتخابات رئاسيه او انتخابات برلمانيه. هذه البطاقه مش هيحتاج بقى لا اخوان ولا سلفي ولا ليبرالي ولا فلان ولا علان ولا مرشح فلان، يدخل بحريه وديمقراطيه يدي اللي هو عايزه. يا ريت يكون من النهارده وزير الداخليه يعمل هذا الاقتراح، انني اكون عندي بطاقه بالرقم بتاعي ماشي، وتستمر معاك مدى الحياه. وتستمر معايا مدى الحياه طول ما انا عايش. ايوه. ادخل بقى اللجنه براحتي. ايوه. والموجودين الشرطه او الناس اللي موجوده حضرتك يا فندم توجهني تقول لي اللجنه دي رقم كذا، اخش اللجنه دي تمام ماشي، لكن ما يتحكمش فيها واحد اخواني، ما يتحكمش واحد فيها سلفي، ما يتحكمش فيها واحد ليبرالي او اي مغرض يكون قابض فلوس او كذا يوجهني انني كذا. والناس طبعا غلابه كتير حضرتك يا فندم. صح يا فندم. كتير جدا. يا ريت يا محمد بيه ابراهيم يا وزير الداخليه، ارجوك هذا الاقتراح، ومقابل 5 جنيه انا ادفع 5 جنيه مقابل هذه البطاقه. هتريحني كتير جدا جدا. ابقى داخل على المدرسه اللي موجود فيها اللجنه، لجنه رقم 1 لجنه رقم 1000 او كذا، يبقى انا عارف انا راجل متعلم مثلا. تمام. في ناس ولا مؤاخذه ما همش متعلمين. ايوه يا استاذ، بس بيفهموا اكتر من المتعلمين. ليه؟ لان هم بيحبوا بلدهم. تمام. وانا اشكر حضرتك جدا جدا يا استاذ نيفين، وبشكر الناس اللي مع حضرتك كلهم. الله يخليك، بشكرك جدا، وفكرتك طبعا تحترم يا استاذ مصطفى. استاذ محمد، حضرتك عايز ترد على استاذ مصطفى؟ انا لا لسه عايز ترد على المكالمه؟ لا. طيب انا لسه ما كملتش. حضرتك على سبيل المثال، انا من وجهه نظري شخصيه ومسؤول عنها، ان من سيقول لا لهذا الدستور هو حاجه من 2، اما انه يدعم الفساد واما انه اخوان مسلمين. ليه؟ لما حضرتك الدساتير السابقه كلها تقول ان احنا عشان نحكم الوزراء لازم نعمل محكمه جزء منها من سوريا وجزء من مصر. هذا الدستور من اول نص الماده 173 احال الوزراء للمحاكمه زيه زي اي فرد، زي اي مواطن في الشارع يحاكم تلقائيا حتى لو بعد ما ترك الوزاره.
مش بس كده، ده من حق الشعب ان هو يلاحقه في اي لحظه. ايوه ادي واحد. اتنين، لما حضرتك نيجي نقول ال 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 الاعفاء من العقوبه، الاعفاء من العقوبه اللي كانت محطوطه في النصوص اللي قبل كده، كان رئيس الجمهوريه بيطلع عفو عام، وشفناها في 2012 واتفتحت على الاخر، وشفنا الارهابيين في الشارع، وشفنا الاحتفال بتاع 6 اكتوبر. في هذا الدستور الاعفاء من العقوبه يكون بموافقه اغلبيه مجلس النواب وراي مجلس الوزراء بعد ما الرئيس ياخد القرار. يعني هياخد القرار لازم ياخد فيه راي مجلس النواب اللي هم ممثلين الشعب الحقيقيين، تمام، وياخد موافقه مجلس الوزراء. لو قلنا اتهامات رئيس الجمهوريه قبل كده ما كانش فيه، ما حدش عارف يتحاكم رئيس الجمهوريه. حضرتك مرسي ومحمد حسني مبارك بيتحاكموا فين؟ قدام القضاء. بس لكن معلش انا اسفه يا استاذ حسن، بس عشان في بس خط واحد شغال ففي تليفونات. معانا استاذ اسامه من القليوبيه. اهلا بيك استاذ اسامه. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا فندم. تحياتي لحضرتك وللدكتور توفيق اسد الاعلام. الله يخليك يا فندم. ربنا يحفظك يا فندم. والنبي ليها تعليق بسيط على الدستور كده حضرتك. اتفضل. حضرتك كان مجلس الشعب غيروا اسمه وخلوه اسمه مجلس النواب. حضرتك كان مجلس النواب ده احنا مش في امريكا حضرتك، احنا عايزين هو مجلس الشعب. يعني حضرتك معترض على الاسم؟ يعني اسم مجلس النواب احنا عايزينه مجلس الشعب حضرتك. تمام. وافضل الدساتير دستور 71 حضرتك. تمام. افضل الدساتير يعني حضرتك هتوافق على الدستور اللي جاي ولا لا؟ انا حضرتك لا ما بحبش الاخوان اساسا يعني، فانا هصوت بلا. تمام. هتصوت بلا؟ حضرتك. لا هتصوت بلا يبقى كده مع الاخوان. لا انا بكرههم حضرتك والله. يبقى تصوت بنعم. انا على فكره من انا بس الدكتور توفيق، على فكره انا من عشاق الدكتور توفيق. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. من رجالته في القليوبيه. اهلا وسهلا. يبقى حضرتك لازم تصوت، يعني لو ضد الاخوان يبقى تصوت بنعم، او لو مع الاخوان تصوت بلا، عشان بس استاذ محمد بيبص لي. المستشار عدلي منصور حضرتك تغيير. الو. ايوه يا فندم اتفضل. ارجو بس من المستشار عدلي منصور تغيير مجلس النواب الى مجلس الشعب حضرتك. حاضر. ويكون نظام الانتخابات في البرلمان بالنظام الفردي. تمام يا فندم. رسالتك وصلت، بشكرك. معانا تليفونات؟ طيب حضرتك طبعا انا بتكلم حضرتك، انا بقول يعني مع الاخوان هيقول اكيد لا واللي ضد الاخوان، اللي ضد الاخوان اللي مع الاخوان مش هينزل يشارك بالاصل، مش هينزل، مش هيعترف بفكره الاستفتاء. كل اي مكان. يعني انا لما فكره تصنيف الشعب المصري او عمليه ترهيبه، الفصل بينه مع الاخوان او ضد الاخوان بناء على موقفه من مسوده الدستور اللي مفترض ان الاستفتاء عليها تعبير عن فكره الاراده الواعيه للشعب المصري، هل هي مع او ضد. تمام، في نعم وفي لا. لكن انا لما سمعت الكلام اللي اتقال ان اللي هيصوت بلا ده هيبقى محسوب مع الاخوان او محسوب مع الفساد والفلول، يعني انا تذكرت ان لاني على مواقع الانترنت للاخوان كلها لا هو ليه انا تذكرت يعني لسبب بسيط، لان انا بتكلم عن مواد موجوده في الدستور بتحارب ده، مواد بتحارب الفساد. انا النهارده لما اقول لا وده جايز يكون راي قليل جدا، لكن في النهايه الراي العام اللي احنا بنشوفه في الشارع واحنا صحفيين وبنشتغل فيه، شايفين الناس اتخنقت، مش لاقيه تاكل، مش لاقيه تشرب، عايزه تطلع قدام، عايزه استقرار. الناس لما خرجت في 2012 وهي مخنوقه من دستور 2012 قالت نعم عشان عايزه تطلع للاستقرار. حضرتك حجم الاستثمار النهارده في مصر ايه؟ ما ينفعش حكومه تشتغل لوحدها وشعب قاعد ما بين اقول لا واقول احنا عايزين بلد تتبني، عايزين نحارب الفساد، عايزين نطلع لقدام، عايزين نبني بلدنا. مش يعني عيب في كرامه المصري انه يقعد لسه في 2014 منتظر ان حد يبعت له فلوس عشان يعيش. احنا عندنا قناه سويس لاول مره نص عليها ان ما حدش يقدر يتحكم فيها ولا يبيعها زي ما كان بيتعمل. احنا عندنا لاول مره في الدستور ان الحكومه ما تقدرش تقترض ولا ترتبط بتمويل الا لما ترجع لمجلس النواب اللي هو الممثل اللي انا اخترته. حضرتك لو مسكنا كل الدستور مواده، حضرتك على سبيل المثال انا اسف يعني اللي هو هذا الكلام، انا قبل ما اجي النهارده الحلقه انا طبعت الدستور. الاستاذ محمد بيتكلم من جرنان قدامه، يا اخوانا نقرا المواد. نقرا المواد. لا انا طلعت جميع مسودة الدستور وانا عايز حق يا فندم. ما هو بيقول في الماده هو انا كصحفي، انا كصحفي هل اقدر منه على الحبكه او الدباجه القانونيه؟
الماده مش موجوده بالفعل. برضه محامي واكيد على الدرايه. يعني حضرتك قريته انا بالجرايد اطلعت على كافه المسوده الاصليه للدستور من الموقع الخاص بيها، اطلعت عليها بالامس كامله. ما يعني انا كان تحفظي بفكره مع او ضد. غالبيه الشعب المصري كاسحه ضد الفساد وضد الارهاب. طبعا. لكن فكره ان يقول اللي يصوت بنعم او اللي يصوت بلا، انا بتذكر هنا الاجراء اللي قامت به جماعه الاخوان عندما قالت ان اللي هيصوت بنعم هيدخل الجنه واللي هيصوت بلا هيدخل النار. احنا هنا بنأكد او بنفترض حتى بما فينا وسائل الاعلام دورها الاساسي هي انها تعمل عمليه توعيه. طيب انا هقول لحضرتك بدون ما يكون في توجيه لنعم او لا. طيب اذا تم رفض الدستور حضرتك شايف السيناريو هيبقى عامل ازاي؟ بس تجاوبني بعد ما ناخد معانا سهيل من اسماعيليه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ سهير. ايوه بقول لحضرتك ايه؟ اتفضل. اولا الدستور ده تعديل دستور 2012 يعني دستور الاخوان، واخده بال حضرتك؟ ايوه. تاني حاجه الدستور ده انا كنت قاعده قدام التلفزيون وبشوف المواد اللي بتتقال. في مواد كتير جدا، المواد اللي الاساتذه بيتكلموا عليها في الماده 72 اللي هي بخصوص رعايه تكفل الدوله رعايه النشء والشباب الى اخره، دي نفس الماده بالظبط 82 المعدل. ايوه خد بال حضرتك؟ أيوة. على سبيل المثال وليس الحصر. اتفضل. في الماده 72 في الدستور 2012 هي 81 في الدستور 2013. ايوه خد بال حضرتك؟ الماده برضو 72 هي نفسها بخصوص اللاجئين. يعني مدام سهير حضرتك عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقول ان دستور المعدل لا يصلح لمصر. احنا نرجع بدستور 71 بتعديلاته اللي استفتينا عليها في 19 مارس سنه 2011. أيوة. واللي قبل كده احنا الشعب صوت عليه بنعم، ونوفر ما يقرب اكثر من مليار جنيه، والدوله في حاجه الى هذه الفلوس. ايوه. يبقى احنا نرجع لدستور 71 ونلغي دستور الاخوان المجرمين الارهابيين. طب استاذ سهير لو فعلا طلعنا يعني المسار مشي، حضرتك هتطلعي انك تصوتي على الدستور ولا لا؟ لا 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 لا، ده دستور الاخوان المعدل. ده دستور الاخوان يا استاذ سهير؟ هم بيلموا نفسهم على فكره. ده دستور الاخوان في جميع المحافظات النهارده. انا ليا تعقيب بس. اتفضل. طب ثانيه واحده استاذ حسن بس عايز يرد على حضرتك. اتفضل يا استاذ حسن. استاذ سهير حضرتك بتقولي الماده 81 في دستور 2013 المتعلقه بالشباب. ماده 81 بتقول تلتزم الدوله بضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه والاقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص عمل لهم مع تخصيص نسبه منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. بتتكلم عن شيء تاني غير الشباب، بتتكلم عن الجزء المعاق مالهاش علاقة بالنشء يعني. وبدأت بتلتزم الدولة اللي أنا قلت عليها أكتر من 73. أيوة يا أستاذة سهير. الناس اللي طلعت في 30 يونيو بترفض دستور الإخوان. أنا بقول ما عنديش كلام أكتر من كده. طيب. ده دستور الإخوان يعملوا لنا يا إما يتقال دستور 2013 جديد يا إما نرجع للدستور 71 اللي إحنا استفتينا عليه. أيوة يا فندم. ونوفر الفلوس اللي هتتصرف والإرهاق والمليارات اللي هتصرف عشان خاطر نستفتي على دستور الإخوان وبعدين نرجعهم، خاصة إن هم بيلموا نفسهم دلوقتي في جميع. بشكرك جدا يا أستاذة سهير. معانا أستاذ عادل من القاهرة. أهلا بيك أستاذ عادل. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم اتفضل. انا بس حضرتك ليا تعليق بس على الناس يعني على الراي، مش على الناس، على الراي اللي بيقول هنقول لا للدستور. اولا احنا يعني بحجم المؤامرات اللي على مصر اللي حاليا شغاله، كل الدول اللي عامله مؤامرات على مصر منتظره سقوط الاستفتاء على الدستور بان الناس تقول لا. ايوه. فديت تعتبر ضربه خطيره جدا لخارطه الطريق. ايه اللي يضمن لنا ان احنا نرجع ل 71 وما نلاقيش اعتراض في الشارع على الموضوع ده؟ ايوه فهم. ويبدا في حجه بقى ان الناس تنزل تقول ده دستور مبارك ونبدا بقى في الموال من جديد. فلا احنا دلوقتي على جبهه قتال. يعني احنا في حرب مخابراتيه زي ما انتوا ارشدتوا الناس الفتره اللي فاتت كلها. ما ينفعش واحنا على جبهه القتال ديت نختلف فيه مع بعض، احنا مش نزهه سياسيه. والماده دي ايه والماده دي ايه، الدستور في مجمله كويس جدا وعايزين ننجز وننتقل بالبلد. وصلت فكرتك يا فندم، بشكرك جدا. معانا استاذ ابو محمد من الفيوم. اهلا بيك يا ابو محمد. الو اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك يا مدام، نعم، انا اي انسان بيعترض على اي حاجه دلوقتي بعتبر ان هو ماشي في خراب مصر.
عايز لمصر الدمار. احنا عايزين نتحد، عايزين بس في ناس وجهة نظرها يا ابو محمد كده، فلازم نحترم وجهة نظرها. عايزين نبقى ايد واحده. ايوه. يعني حضرتك موافق على الدستور او انا هتصوت موافق على بنعم؟ الدستور بالعشرة. طيب ماشي، بشكرك بشكرك يا فندم. بستأذنكم هنطلع فاصل، مشاهدينا فاصل ونرجع تاني لكم معنا. مشاهدينا رجعنا مره اخرى، وعايزه اقول لكم ان احنا اول ما طلعنا فاصل استاذ حسن واستاذ محمد ابتدوا يعني في مناقشه ساخنه جدا، بس انا قلت لهم ارجوكم الكلام ده يبقى على الهوا علشان خاطر الناس تسمع والناس تقول رايهم يعني في الكلام. انا عايزه اعرف يا استاذ حسن ايه اللي كان مضايقك قوي كده ومنرفزك اول ما طلعنا فاصل اتكلمت؟ لسببين. احنا حضرتك قاعدين في مكان مكيف، لابسين كرافتات، عمالين نتكلم وننظر، مش حاسين بالناس اللي في الشارع، الناس بتئن، المستثمرين مشروعاتها وقفت، فساد في كل حته. يا فندم على سبيل المثال في موقع اسمه الايام، بوابه الايام. بس برضه استاذ محمد رجل سياسي ويعني منتمي لحركه كفايه وفي وسط الناس. خليني اعقب على المساله دي لما نشوف النائب العام هيقول ايه في الناس اللي راحت اللي يتم التحقيق معاها، ولما نشوف المستندات اللي طالعه على الحركات الثوريه كلها. وانا كنت من ضمن الحركات الثوريه بتاع 25 يناير في اتحاد مش هقول اسمه لانه لا يشرفني ان انتمي ليه دلوقتي. منهم كفايه؟ ما يعني لا تعليق. لا كفايه، لا تعليق، لا تعليق، ايا كان انه يتجاوز لا تعليق ماشي. يعني انا حركه ضمير. انا عايز اقول بس حاجه بعد اذنك، احنا مش جايين نتاجر باسم مصر ولا جايين نتاجر باسم الشهداء، ولا يجب ان احنا نتكلم. امال مين بيتاجر؟ لا 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 لا، احنا اللي المفروض الواحد اللي يقعد يتكلم عن الدستور او يتكلم عن شعب مصر دلوقتي او يقول كلمه حقيقيه لشعب مصر يحس بالناس الاول، ينزل القريه الاول، شوف القطر والناس اللي ماتت فيه عايشين ازاي، شوف الناس اللي مش لاقيه ميه، شوف المهندس ابراهيم محلب اللي كل يوم رايح بيعمل افتتاح وبيجري، وزير واحد في حكومه بيشتغل. خليني اقول لك على سبيل المثال شيء نرفزني وانا جاي. في بوابه اسمها بوابه الايام بيرأس رئيس تحريرها زميلنا مجدي الدقاق. عنده مستندات، وانا كلمت حد في وزاره الاسكان قبل ما ادخل على الهواء واكد لي هذا الكلام. القرضاوي، ابو بركه، صالح، اكثر من 16 اسم حاصلين على اراضي تحت مسمى هبه من وزاره الاسكان خلال سنه 2012. لما اقول لحضرتك على سبيل المثال احنا شلنا الدكتور عصام شرف على الاكتاف وعيناها رئيسا للحكومه المصريه. تمام. في وقت الثوره تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بيقول فيه صرف 35 مليار تم بدون مستندات ماليه. لما حضرتك 35 مليار 35 مليار وانا باكد هذا الكلام وعلى مسؤوليتي وعندي تقرير الجهاز المركزي. لما نقول حضرتك دلوقتي الناس قاعده يعني يا اخوانا تعالوا ننزل للشارع، الجيش نزل للناس عشان كده الناس حبت الجيش، الجيش خد علب سكر وشاي. طب بمناسبه بقى الجيش في رساله جات لي معلش بستأذنك لو سمحتي قولي للاستاذ اكيد حضرتك ملوش دعوه بالقوات المسلحه وطمنيه ان القوات المسلحه قادره على انها تجيب حق شهدائها وهتطهر البلد من ابو لهب وعشيرته الخونه والارهابيين. كلنا مع القوات المسلحه وكلنا مع الجيش المصري. اشرف انتخابات وانزه انتخابات اجريت في تاريخ مصر اجريت والقوات المسلحه موجوده. يعني وما فيش حد قدر يقول ان فيها تزوير. بالتاكيد اشرف انتخابات. وانا هنا في كلامي معاه الاختلاف في ايه؟ احنا بنقول الدستور هو اساس الدوله، والاساس لما بيتبني صح ما يتبعه من اجراءات الدستور مبني صح. بس حضرتك انت بتقول ان في 75%، يعني احنا متفقين 75% فقط من الدستور لا هو انت اللي قلت 75. انا بقول لك 99% من المواد عدد مواد الدستور حضرتك قلت 4 تتحداك. عدد مواد انا بتحداك عدد مواد الدستور
لو احنا بنتكلم عليها 237 ماده غير الباقي. تمام. انت حضرتك بتتكلم على اختلاف في 4 منهم لا ماده، مش في 4 بس، منهم ماده على سبيل المثال انت من قلتها 25 غلط في ماده. لا الماده لو يا استاذ محمد يا فندم جورنان ايه ده بعد اذنك؟ ان لما يبقى اعضاء من فضلك بعد اذنك جورنان ايه ده؟ في نفس النص الماده اللي انت قلتها لما تقول في نهايه نص الماده مش الجورنان ده اللي حضرتك على سبيل المثال انتوا في الثوره على فكره قلتوا عنه النفول وان اللي بيديروا مش عارف ايه وايه. لا اي مكان بعيد عن الجورنان، الماده اللي هو قالها هي نفسها الماده، وانا معترض على الماده اصلا. انا اعتراضي على محاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه. انت بررت ده ودافعت عنها. انت بتتكلم على المحاكمه، انا اعتراضي يا فندم. هو بيوصل للمحاكمه ازاي بعد اذن حضرتك؟ بيوصل للمحاكمه ازاي؟ لكل فعل رد فعل. انا ارتكبت جريمه، الجريمه مكانها هو من يحدد انا هتحاكم فين. مش مكانها لا ثواني. العبء قانون العقوبات، العبء قانون العقوبات بيحاكم في يعني حضرتك عايز تفهمني واحد يقطع السلك، عايز تفهمني واحد يقطع السلك ويدخل لليبيا ولا يعدي لي بسلاح من على الحدود واقول قانون العقوبات؟ طب ما انا لو جبت قانون العقوبات، حضرتك قلت لحضرتك من شويه قانون الاجراءات الجنائيه، اعلى من هذا الدستور. قانون الاجراءات الجنائيه 15 ماده، وانت محامي ولو انا كذاب قول لي انت كذاب. 15 ماده بتوديني لحد الاعدام ولا اشغال الشقه المؤبده. انا عايز اتاكد ان في يعني من ضمن الفشل اللي حصل في لجنه ال50 في 4 مواد اللي اتكلم عنهم الزميل. ال4 مواد دول يعني في عشرات المواد الثانيه اللي فيه تحفظات وخلاف عليها. ال4 المواد دول مثلوا فشل ذريع للجنه ال50 من خلال الهروب من المشكله واحالتهم لرئيس الجمهوريه المؤقت عدلي منصور. المفترض ان لجنه ال50 لجنه مستقله، والمفترض انه ما كانش مسموح باي تدخل سواء من حكومه الدكتور ببلاوي او من اداره المرحله الانتقاليه في عملها. فبنلاقي لجنه ال50 نفسها بتحيل نقاش عن مواد بعينها متعلقه بالنظام الانتخابي ومتعلقه بنسبه العمال والفلاحين للرئيس المؤقت عدلي منصور لكي يصدر قوانين بشانها بعد الاستفتاء على الدستور. ده هروب من المشكله مش حل ليها. لما نتكلم عن نسبه العمال والفلاحين، انا بعتبر ان ممثلين العمال والفلاحين ارتكبوا خطا وجريمه تاريخيه. مين هم العمال والفلاحين بعد اذن حضرتك؟ عرفني مين هم العمال والفلاحين؟ مين هم العمال والفلاحين؟ في انهم لواءات مجرد انه بيمتلك 5 أفدنة لواءات ورجال اعمال. نسبه المجلس كلها اللي فاتت واللي قبلها نسبه المجلس يعني المشاهد ويعني الفكره توصل للمشاهد. طب فهمنا نسبه العمال والفلاحين ده شكل من اشكال التمييز الايجابي اللي كان بيعاني منه على غياب تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابيه المفترض ان هي تعبير عن. طب ما كانت موجوده، ما كانوش ممثلين. طيب ليه؟ الاشكاليه مش كان في نص الماده، الاشكاليه كان في التطبيق، وكان ممكن اذا ما عندناش بقى مشكله هنا. لا في مشكله لما يتم الغائها من دستور ويتم احالتها للرئيس عدلي منصور لمره واحده عشان يقول لنا يطلع قانون بتمثيل ملائم للعمال والفلاحين. طب ليه ما قلتش كده؟ يعني اذا كان الدستور بيحمل تمثيل، اذا كان الدستور بيحمل تمثيل انا هنا بتكلم عن نسبه العمال والفلاحين. اذا كان الدستور بيحمل تمثيل للشباب والمصريين بالخارج، ازاي هتمثل العمال والفلاحين؟ العمال والفلاحين المفترض ان احنا مشكلتنا كان في التطبيق. طيب بستاذنكم يا جماعه في القوانين معانا، بس الدستور لغى النسبه. احنا بنتكلم دلوقتي عن الدستور، لما نيجي للقانون ده حاجه ثانيه. جوله تليفونيه جديده. مهندس عبد العزيز من المرجع. احنا متاسفين اتاخرنا على حضرتك. اهلا بيك يا باشمهندس. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. انا بقول على الموافقه على الدستور. لان احنا اصحاب المساكن القديمه ما فيهمش عديت عداله اجتماعيه خالص. ايجار الشقه لغايه النهارده 20 و15 و25 جنيه. تمام. اللي جنبها ايجارها 500 و600. ايوه. ومفيش حد ابدا بيسال في هذا الموضوع. واكيد رئيس لجنه ال50 ساكن في جنب السوري ساكن 50 جنيه. حرام عليكم والله، مفيش عداله اجتماعيه. بشكرك يا فندم. انا عايز اعمل معاهم دخله بعد اذن حضرتك. طب حضرتك معانا يا استاذ باشمهندس؟ ايوه معاك. معلش استاذ حسن بس عايز يعمل مداخله. انا عايز اسال حضرتك سؤال. لو الدستور ده بيوفر لك سكن وحياه كريمه ومفيش ضابط يفتشك في الطريق وانك عندك ضمان اجتماعي وتامين صحي كامل حتى لو ما كنتش شغال في الحكومه. انا بقول لك الشقه بناء في 81 وجرى 15 يوم لغايه دلوقتي. ما انت حضرتك لما توافق على هذا الدستور الدوله اصبح عندك نص قانوني بتلتزم بتوفر لك سكن ملائم بكرامتك. بتاخده الدوله غصب عنها هي اللي بتوفره لك. ما انت ما بتاخدوش. قبل كده كان رئيس مجلس الشعب كان راجل بيفصل قوانين وعمره ما افتكر هذا القانون. قبل كده ما كانش فيه نص، لكن هنا في نص. اعضاء مجلس الشعب كانوا بياخدوا الشقه ويوزعوها، الوزراء بيتحاكموا النهارده بسببها، لكن انت عندك نص النهارده بيقول لك هتاخد السكن الدوله اللي هتوفره لك.
وهتاخده طبقا لكرامتك وهتديك معاش. انا ذنبي ايه ادفع دعم للنساء؟ لو هو مش محتاج فيه غيره اكيد محتاج اكيد سكن. بشكرك يا فندم، وصلت رسالتك. معانا استاذه فاطمه من اسكندريه. اهلا بيكي يا استاذه فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضلي. الله يخليك يا رب. فضلك بس بعد السلام على الضيوف الكرام. بشكرك. والسلام عليك والله يسلمك يا رب. انا بس ليا تعليق ومداخله بسيطه جدا والاول مره. اتفضلي يا فندم. انا عايزه اقول انه الفساد اللي حصل العمر ده كله، وان احنا نفسنا شبابنا راح فيه، واهالينا طبعا ماتوا من الجوع والفقر والعذاب والحاجات الأليمة اللي احنا كلنا عشناها. أيوة. احنا عايزين بقى احنا نستقر ونرتاح شويه. وبعدين اذا احنا مثلا سيبنا كل اللي فات من عمرنا ضاع وانهدر في حاجات احنا لغايه دلوقتي ما احناش فاهمينها، ولسه في مجددات علينا ومخططات علينا عشان احنا نضيع زي اللي ضاعوا. طب حضرتك شايفه الاستقرار بيجي بنعم ام لا للدستور؟ نعم. بنعم. بشكرك جدا. معانا الحاج ناصر من المنوفيه. اهلا بيك يا حاج ناصر. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. الحاج ناصر من المنوفيه، منصك حملك كمل جميلك. اهلا يا فندم. المنوفيه. اهلا يا فندم، اتفضل. الله يخليك الله يخليك. اتفضل. كلنا لازم المفروض ننزل نقول نعم للدستور. ايوه. وانا عايز اقول ان الاحزاب اللي هم عاملين الثوار دولت هم مش ثوار. عشان واحد يجي يقول لك النهارده انا من الثوار اللي هو طالعين لي بتوع كفايه ابريل وبتوع 6 عفريت و6 ابليس، دول مش ثوار. دول ناس قبيضه بيقبلوا من امريكا يا استاذه. دول ناس اصلا جايين استاذ محمد، رايك ايه في الكلام بتاع الحاج ناصر؟ عمليه ارهاب الشعب المصري لا هو بيتكلم على حركه كفايه وحركه 6 ابريل. انه بيضيف للفريق السيسي هجومه على الحركات الثوريه اللي داعت للمشاركه. الحاج ناصر حمله كامل جميلك هي عبء على المؤسسه العسكريه وعبء على بيهاجم الحركات الثوريه. لكن لما هو يستغل اسمه من خلال حمله كامل جميلك الهجوم على الحركات الثوريه. انا سالتك بس سؤال حضرتك حاج ناصر. انتوا ما تعرفوش حاجه عن الوطن. انتوا عايزين تبيعوا الوطن وتقبضوا فلوس من امريكا بالدولارات. انتوا قبينا من امريكا كلكم. ابو كويس واحد وطن يخرج. طب حاج ناصر بستاذنك. اتفضلي. حضرتك طبعا يعني بتتكلم عامه مش على الاستاذ محمد يعني بشخص، هو ضيفنا طبعا ومشرفنا ومنورنا واحترامه طبعا واجب يا حاج ناصر. ايوه. لكن زي احمد دومه واللي زي اسمه فتاح اللي ابوه قاعد في قطر بيقبض بالدولارات، بيتكلم في الجزيره بيقبض بالدولارات. ايوه. احنا عندنا وقفه يوم الجمعه عند السفاره القطريه يوم الجمعه من الشرطه، وهنخرج السفير القطري واخر من مصر. لا يبقى كرسنا السفير التركي، هنخرج السفير قطري. وقائد الثوره المفروض الدكتور توفيق عكاش هو قائد الثوره المصريه. بشكرك يا فندم. المفروض هينزل معانا اخر، وهنخلي ما فيش واحد من هم بيقولوا احنا ثوار ايه؟ ثوار بتبقى فلوس على البلد عشان تبيعوا البلد. انتوا خربتوا البلد. بشكرك يا فندم. مصر بقى. بشكرك يا فندم. معانا استاذ اكرم من المنصوره. اهلا بيك استاذ اكرم. حضرتك عايز ترد طبعا. حاضر بس ثانيه واحده. ايوه استاذ اكرم اتفضل. ازي حضرتك؟ ايوه انا بالنسبه للدستور انا بقول نعم. ومن احسن الدساتير اللي جت لمصر. ايوه فندم. وانا بقول لحضرتك وبقول للساده الضيوف اللي معاكي. ايوه. وانا راجل محتك بالمجتمع تمام. انا اقول لك الدستور ده هيطلع باكتر من 80% نعم. ومش عشان تأييد الفريق السيسي، انا بقول للضيف اللي بيتكلم على موضوع الجيش انا هسأله سؤال واحد، هو ادى الخدمه العسكريه؟ بس يا استاذ محمد هو قال ان هو مع الجيش مش ضده. هو مصمم ان انا ضد الجيش. انا اكرم. اي لا هو استاذ محمد ضيفي في الاستوديو قال ان هو مش ضد الجيش، هو مع الموقف انا نفسي اللي بيقول الماده المتعلقه بالجيش سيادتك يوم 3 يوليو. انا نفسي اللي بيتكلم على الجيش يكون قضى الخدمه العسكريه. صحيح. ويشوف الضباط بتوع الجيش ويشوف الجنود بتوع الجيش ويشوف الناس دي بيتعبوا قد ايه. مفيش خلاف. تمام. حته ان احنا نميزهم، لا انا ميزه وميزه لسبب. اول حاجه ده واحد نايم في الصحراء، نايم على الحدود، نايم في البرد، نايم في الكلام ده كله، ويقعد سايب بيته وعيال واطفال وكل الكلام ده كله بيمكن بالشهر. واحنا منايمين ومنعمين في بيوتنا وفي التكييفات والكلام ده كله، والناس دي بتدفع ارواحها عشان تدافع عن الوطن. صح. تمام.
فاحنا ما نتكلمش في نقطه الجيش دي، الله يخليكم، ونشوف حاجه تانية نتكلم فيها. وبالنسبه لموضوع الدستور، الدستور احنا بنقول يقرا مواده كويس جدا، هيشوف ان الدستور مواده من اجمل المواد، بس احنا كشعب وان شاء الله ربنا يوفقنا بحكام كويسين ينفذوا اللي في الدستور. يا رب ان شاء الله. بشكرك يا فندم جدا. ناخد معانا بس ام امجد من اسوان، معاها بقالها فتره. ام امجد اهلا بحضرتك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ايه اخباركم؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ اتفضلي يا فندم. الحمد لله. انا مؤيد الدستور لان احنا البلد في اسوان حاله نايمه خالص خالص، ولا في شغل ولا اي حاجه. حضرتك يعني بتتكلمي عن السياحه طبعا اكيد. صعبه واحنا عايزين البلد تتقدم. مش عايزينها تتاخر. تمام. يعني حضرتك بتؤيدي الدستور او نعم للدستور؟ نعم للدستور. بشكرك يا ام امجد. استاذ محمد، حضرتك كنت عايز تعلق على المكالمه اللي جت لحضرتك؟ اساله سؤال قبل ما يعلق عشان يرد مره واحده. اتفضل. احنا بنتكلم بالاسلوب العلمي مش كده؟ هناخد اللي حصل ده عينه عشوائيه وهنحللها، نشوف كم واحد قال نعم وكم واحد قال لا. لا ده مش هفاجئ اثنين. استاذ محمد واحد بس اللي قال لك مش هصور. ملايين من الشعب المصري. احنا بنتكلم على عينه عشوائيه. انا بقول عينه عشوائيه. مراكز المعلومات بتشتغل بالعينه العشوائيه. حضرتك وواحد تاني قالوا وسط 15 واحد قالوا احنا عايزين نعمل الدستور، وقالوا احنا عايزين الاستقرار، وقالوا احنا عايزين نمشي لقدام، وقالوا احنا الوضع في مصر سيء. نفس الادعاءات المتعلقه بالاستقرار والمتعلقه بالاوضاع المعيشيه للشعب المصري كان بيتم ترويجها للتصويت بنعم على استفتاء 19 مارس المتعلق بالانتخابات اولا ام الدستور اولا. واحنا عانينا من جراء التصويت بنعم ومن جراء عمليه الخداع. بس اسالك، انت مقتنع ان ده شبه ده؟ في فرق. هقول لك شبه ده في ايه؟ في فكره انك لازم تنزل ولازم تقول نعم، ولما نقول نعم ويبقى في موقف سليم المفترض ان احنا ننبه عليه، يترتب على ده ان احنا نضيع اكتر من 3 سنين في عمليه انتقاليه. احنا بنعمل دلوقتي استفتاء على دستور كان المفترض انه يتم بعد ثوره 25 يناير، وكان هيوفر علينا فكره اكتر من 5 انتخابات تم اجراءها بدون اي قيمه وبدون اي اساس. ده واقع يا استاذ محمد. ده امر واقع. انا ضد فكره ترهيب الشعب المصري او خداعه. فكره ان الدستور ده 100 وهو ده الدستور الكامل، محدش قال كده. او فكره ان كل مواطن هيكون ليه حق في السكن وحق في الوظيفه وحق في العيش هو ايه الدستور؟ يعني حتى يعني الدستور يعني ايه الدستور؟ مش من حق المؤيدين ان هم يدافعوا عن رايهم. حقهم طبعا. لكن فكره ايهام الشعب المصري، ايهام بايه؟ ده دستور. ان كل مشاكله هتتحل بمجرد تصويت بنعم على الدستور، ده شكل من اشكال الخداع. انت متخيل حضرتك ان انت خريج حقوق؟ انت متخيل انت خريج حقوق؟ يعني ايه الدستور؟ الدستور هو نصوص اللي بناء عليها بيتم صياغتها في قوانين، لكن ده مش تطبيق. ايه اللي اعلى من الدستور؟ يعني انا لما الدوله بتقول لي انا هوفر لك السكن في الدستور، هوفر لك الاكل في الدستور، هديك الصحه في الدستور، هعلمك ببلاش في الدستور، يعني معظم احتياجات الشعب، هوصل لك المرافق في الدستور. ده الزام ادبي يا سيدي. اي التزام ادبي؟ اذا كان يا سيدي اقرا مواد الموازنه العامه، اقرا مواد الموازنه العامه. هو مين اللي بيقر مواد الموازنه العامه؟ هي الموازنه العامه بتتحط على اساس ايه؟ لا انت يبدو حضرتك حاجه من اتنين. لا، ما هو فكره التصنيف ده، وانا شاكك ان خريج حقوق، يعني انا شاكك ان خريج حقوق. فكره التصنيف ده مرفوض. حضرتك بتقول المحاوله دي مش لارهابي، دي محاوله لارهاب كل المصريين. ايه ارهاب؟ ومنعهم. يعني الديمقراطيه الحقيقيه بتقول ان قبل ما نحكم على شيء لازم نطلع عليه ونقبل فيه بالراي والراي الاخر. هو من البدايه بيقول ان اما انك تكون معايا او انك تبقى محسوب على الارهاب والاخوان. يعني فكره الارهاب. قول لي عيب، قول لي عيب. حضرتك طلعني من وسط ال 237 ماده. قول انت اتكلمت في المحاكمات العسكريه وطلع كلامك غلط. انا هتكلم في مجموعه من العيوب. لما يتكلم في اعضاء داخل لجنه ال50 ان الدستور الحالي كان فيه حشو وتطويل، وان مواده الاكثر من 248 كان ممكن اختصارها في 50 ماده فقط. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما يتقال من داخل لجنه ال50، وانا هنا مش بتكلم عن طب دي يا استاذ محمد دي لما محمد القومي لحقوق الانسان يقول الدستور يؤكد الحريات بشكل صريح. لما مؤسسه حقوقيه تطلق حمله نعم للدستور. لما حضرتك اكمل كلامي، ما انا زي اصل حضرتك بتقول كلام مغلوط. لما عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف يقول انا بايد الدستور. لما تمرد تدعو الشعب اللي في التصويت بنعم للدستور. لما الناس الغلابه اللي على التلفزيون بتقول نعم للدستور. طب يا استاذ محمد رد على كلامك. لما القبائل العربيه طالعه بتعلن تأييدها والحشد بنعم للدستور. لما الاخوان المنشقين
بيقولوا بنستعد للحشد يوم الاستفتاء للدستور. اجيب لك كام؟ اجيب لك مصر لما وزاره العدل بتقول نعم للدستور، لما الصحفيين بيقولوا نعم للدستور، لما الشباب بيقولوا نعم للدستور، لما القضاء بيقول نعم للدستور. مين اللي بيقول مش نعم للدستور؟ اللي بيقول لا للدستور مش معناه ان هو ضد شرعيه 30 ثوره. احنا ما قلناش كده. ولما تقول احد الاساتذه اللي دخلوا في مداخله تليفونيه ان فكره اجراء تعديلات على دستور الاخوان ده شيء غلط وهيترتب عليه غلط وهيترتب عليه دستور فيه امكانيه بطلانه، لازم نفكر في ده ولازم نستوعب. طب بستأذنكم نروح في دقيقه واحده ناخد اخر تليفون معانا النهارده. الناس مصره ان هي تشترك معانا استاذ عامر. اهلا بيك يا استاذ عامر. مساء الخير يا استاذه سوزان. نيفين يا فندم، اتفضل يا فندم. انا بحيي حضرتك وبحيي الاستاذ المحامي وبحيي الاستاذ الدكتور. الله يخليك. ولكن انا عايز اترك موضوع الكلام في الدستور للشعب المصري. الشعب المصري قادر على اختيار الدستور بنعم او لا بعد قراءته. لان احنا عندنا الطفل حاليا في مصر خلاص يعرف يعني ايه سياسه. ايوه يا فندم. ايوه. طيب يعني حضرتك لم احجر على راي الاستاذ المحامي ولا راي الاستاذ الدكتور. بشكرك. ولا راي الاستاذ بقى ليا تعليق بسيط يا فندم. طيب. على الاستاذ المحترم اللي دخل وغلط في جميع الحركات الثوريه. لدينا حركات ثوريه محترمه انا اعتذرت جدا. بس ده وجهه نظره. بشكرك يا فندم جدا. انا عايز اكمل معانا حاضر اخر مكالمه النهارده. معانا الحاجه مسعود من الجيزه. اهلا بيكي يا حاجه مسعود. الو حاجه مسعود، فقدنا الاتصال. طيب انا اتفضل يا يعني المتدخل ده يعني ذكرني بضروره التاكيد على ان فكره تخوين كل الثوار وفكره تحويلهم لشيطنه ولعملاء ولخونه ده مش في صالحنا، لان الثوار دول مش في صالحنا كلنا. طب الثوار دلوقتي واقفين، عدد كبير من اللي بيطلعوا دلوقتي واقفين مع الاخوان. لا دول ضدهم، دول محسوبين على اجندات خارجيه. لكن انا هنا لما اتكلم وانا هنا بمثل حركه كفايه. هو اتكلم عن مين؟ لما اتكلم عن حركه كفايه، حركه الضمير، في شبه اجماع على ان حركه كفايه اللي بدات في 2004 للمطالبه باسقاط نظام الفساد والاستبداد نظام مبارك، في الوقت اللي كان فيه اخرين بيلعقوا احذيه جمال مبارك وبيقبلوا ايادي صفوه الشريف. والان الناس كلها الان كفايه انا ضد مبدا الشعب المصري. كل واحد نزل من التحرير يقعد يعاير الشعب المصري بان انا عملت وسويت. لا طبعا الشعب المصري هو القائد والمعلم. هي دي الثوره الحقيقيه. بالتاكيد. الشعب المصري ثوره 25 يناير كانت ثوره حقيقيه. وهناك اخرين الدستور النهارده اللي طالع ده هو ده اللي بيعبر عن الشعب المصري. يستطيعوا ان يفتحوا افواههم. مين اللي ما فتحش افواهه؟ انا كصحفي ارشيفي لو قدمته النهارده انا متهم في وقت حسني مبارك باربع خمس قضايا، متهم في خدت فيها احكام، نقابه الصحفيين وقفت معايا، وصلت المحكمه. انا لو قدمت ارشيف الصحفي النهارده كفيل. لكن انا اللي انا شايفه حضرتك انك بتتكلم في شيء خارج القانون. احنا بنتكلم عن دستور، الدستور ده اعلى شيء قانوني بيحكم الدوله، هو اللي بيحط قواعدها، الدستور ثم القانون ثم اللائحه ثم القرار. مش ده اللي درستوه في حقوق حضرتك ولا انا بتكلم خطا؟ بتكلم صح. اذا الدستور الاعلى اعلى، ولكن لا يوجد هناك الزام. احنا لما نتكلم مثلا ان الماده فيما يتعلق بمواجهه برضه رجع للجورنال. شوف نص الماده عندك هتلاقيه. قول لي الماده وانا اطلعها. الماده 237 تلتزم الدوله بمواجهه الارهاب. ده نص كلنا معاه. في الوقت اللي حكومه الببلاوي بتطلع تتكلم عن ان جماعه الاخوان ليست بمنظمه ارهابيه. المشكله زي ما باكد لا ثواني بس بعد اذن حضرتك ثواني بس. لا طب ما يمكن يا استاذ محمد في مشكله في الجورنال ده. حضرتك مش عايز تقولي جورنال ليه؟ لا المواد اللي هنا هي اللي عنده، يعني ما فيش اي خلاف عليها. ده ليه علاقه بالدستور كلام؟ ليه علاقه بفكره ان فكره ايهام الشعب المصري ان بعد الموافقه بنعم على الاستفتاء او على الدستور هتكون الدنيا وردي وهتتحول. ايهام الشعب المصري ازاي؟ الشعب المصري كله دلوقتي شغله الشاغل الدستور والحياه اللي جايه هتبقى عامله ازاي والناس بقت تقرا. انت سالتيني سؤال مهم. ماذا لو صوت المصريين بلا؟ المفترض اننا كلنا ننحني احتراما لاراده الشعب المصري اللي قال لا، وقتها هو ده الطبيعي. طب ما ده طبيعي. ده طبيعي. احنا مش بنجامل الشعب المصري، ده طبيعي. انت خونت الشعب المصري. انا ما خونتش الشعب المصري. انا ما خونتش الشعب المصري. انت من يملك في مصر يخون الشعب المصري؟ نعم. انت اتهمته ان هو هيكون محسوب على الاخوان. انا قلت بشكل واضح. قلت بشكل واضح. اقول لحضرتك يا استاذ محمد، من يقتل اولادي في سيناء، من يقتل شهداء الشرطه في الشارع، من يقتل شهداء الشعب المصري في الميادين، كل ده مثال. كل واحد قتل خاين، كل واحد بيحارب القوات المسلحه اللي هي المؤسسه العسكريه المتماسكه الاخيره خاين،
كل من قبض على مصر ووقف في قناه الجزيره خاين طبعا. كل واحد ثورجي متهم عند النائب العام واثبتت ادانته خاين. لكن انا بتكلم هو قال الشعب المصري الحقيقي نزل 30 على جماعه الاخوان من مصلحتها ليس المشاركه والتصويت بالله، من مصلحه جماعه الاخوان وده هيفشلوا فيه باذن الله. انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ كلمت في ماده 237 ووجود عدد بسيط من الناخبين. انت اتكلمت في 237 قبل كده كان عندنا في اي نصوص دستور حاجه عن الارهاب؟ انا مع ده، انا مع مش مختلفين. جميل. يعني لكن الحكومه الحاليه هي اللي ابتدعت الحكومه ماشيه، الحكومه يومين وماشيه، الحكومه هتكمل 60 يوم وهتمشي. الحكومه مجرد الدستور وجا ريس هيمشيها. مواد الدوله حضرتك بتقول الكلام ده. هو انت عايز تفهمني ان الرئيس اللي هيجي، انت عارف حضرتك البديل ايه؟ هو انت اول حاجه الرئيس اللي هيجي اكيد مش عدلي منصور. ادي اول حاجه. البديل بقى بلا ان احنا قاعدين مع عدلي منصور، مع كل احترامي للمستشار عدلي منصور. ادي واحد. لمده شهرين او 3 بس شهور. اكمل بس. انا راجل قضاء تمام. انا بتكلم عايز رئيس منتخب، رئيس حقيقي بيمثل المصريين. انا شايف ان عدلي منصور انتخب بدون صندوق الانتخاب، انتخب بالشوارع، انتخب بالملايين اللي نزلت. لكن انا عايزه يبقى نازل الرئيس اللي جاي بالصناديق. انا عايز الشكل الديمقراطي اللي هيقول نعم النهارده هطلع للشكل الديمقراطي في اقل وقت، لكن يقول لا حضرتك بترجعني للاتي. آلاف الشهداء يوميا هتقتل. حضرتك ليبيا سوق مفتوح للسلاح وبتحور على مصر. السودان مفتوح على مصر. النهارده من اسرائيل مفتوح على مصر. حماس طول الوقت. يا اخوانا طيب انا نفسي حضرتك واضح طبعا ان حضرتك بتقول لا للدستور. لا انا بقول ان الحريه مطلقه للشعب المصري ولا يوجد وصايه عليه. من حق الشعب المصري يصوت بنعم او يصوت بالله. الاربعاء القادم وحلقه مناظره جديده من حرب النجوم. تحياتي نيفين الفي، الى اللقاء.